السلام عليكم ورحمة الله الإخوان. غتشاهدوا معنا طريقة كيفاش نديرو نغلفوا هاد المقعد السيارة هاد المرسيدس. أول خطوة نقوموا بها نحيدوا هاد الغلافات هادو اللي راهم دايرين الإخوان. كما كتشوفوا هاد الغلافات عندهم غير لاستيك. كما كنقول لكم دائما لاستيك راه كيخلي الغلاف كيهرب على الكرسي. كما كتشاهدوا معنا نتوما الغلاف يعني ما شادش بلاصتو، غير مخشي وصافي. الإخوان نتوما غادي نحيدوا هاد الغلافات هادو وغادي نديروا الغلاف ديالنا، وقولوا لي كي داير الغلاف اللي عجبكم، واش اللي فيهم ولا اللي درنا عاد جديده الاخوان. هانتوما كناخذوا المقاييس الاخوان على هذا الشكل هذا الاخوان، فيهم 28 على 70. 28 على 70 راه غادي تكون في الجلسه وفي الظهر بحال بحال. الجناب فيهم 18 و15 ديال الجلسه الاخوان. ديك 28 على 70 راه كنقسموها، كنديروا ليها 7 7 7 باش كتجي مقسومه كما راه كيبان لكم تما. كل مورسو جايب بوحدو مقسوم. كنقسموهم غير في الخياطه الاخوان، يعني ما كنقسموهمش في هكا زعما تقطعهم طرفه 7 7. من بعد كنفكوا الكرسي على هذا الشكل هذا الاخوان. كيتفك على هذا الشكل هذا، كيكونوا عنده بولونات 13 راه ساهل باش تفك، يعني اسهل مقاعد باش تفكهم راه هما ديال المرسيدس. الظهر فيه 50 على 65، الجناب فيهم 22 سنتيم. هانتوما الاخوان كما كتشاهدوا معنا الجناب راه كيبقاو في الطول ديالهم الاخوان، كيبقاو على العرض عفوا. كندوزو كنقطعوا الجلد على هذا الشكل هذا. هانتوما يعني راه الثوب غادي يكون في الوسط، الجناب غادي يكونوا من الجلد اللي غادي يكون كيشبه الجلد اللي الثوب اللي فيه عفوا. هانتوما كنحاولوا نخليو المقعد في الفصاله ديالو وفي اللون ديالو باش كيجي قريب للابواب السيارات، يعني ما كيجيش بعيد على لي غارنيتور اللي غادي يكونوا عندك في الطوموبيل. يعني غادي يكون عندك لي غارنيتور في اللون قهوي او لا كحل او لا، وغادي تجي انت دير كلشي في الاحمر او لا كلشي في الزرق او لا، يعني كيجي شي شويه الصالون ما متناسقش مع الباب ومع البلاستيك اللي كيكون في الجنب. لهذا كتحاول باش تخلي داكشي يجي متناسق، يجي داكشي مزيان، ما غاديش يجي كل حاجه من لون الاخوان. وكاين اللي ما على بالوش صافي كيعجبو شي لوين كيبغي يديرو، داكشي كيبقى الاختيار ديالك والذوق ديالك. حنا غير كنصحو وصافي. من بعد كنقطعو الثوب على هذا الشكل هذا، ديك 28 على 70 اللي قلت لكم. هانتوما الاخوان كندوزو كنقسموها كما قلت لكم بحال هكذا، كنقسموها على طروفه 7 7 7 بحال هكذا، وكنديروا ليها بونجا باش كتجي مفورميه شي شويه. بونجا على هذا الشكل هذا، كنديروا ليها بونجا بحال هكذا، ودوك الجناب كيجيو من الجلد بحال هكذا. من بعد كدوز كتخيط بحال هكذا عاوتاني الاخوان. طريقه الخياطه راه هي هذه، كنخيطوا على هذا الشكل هذا. ديك 7 سنتيم اللي كدير كتجي بحال نفس داكشي اللي كاين في الكرسي باش ما غاديش نهربوا ليه على الفصاله ديالو الاخوان. من بعد كنخيطوهم بثلاثه بهم على داك الشكل بحال هكذا. 7 سنتيم كتخيط بحال هكذا، وكنلاقيو دوك البندات على هذا الشكل. كتشد سنتيم ديال الخياطه وكتخيط بحال هكذا، وكتدوبل الخياطه. ضروري تدوبلوا الخياطه الاخوان باش ما كتقطعش دغيا. كنخيطوا الجهه الثانيه عاوتاني نفس المشكل. خيط ودوبل الخياطه باش تكون عندك خدمه زوينه وداك الشيء يبقى لمده طويله الاخوان. وكما درنا مع الجلسه غادي نعاودو نديرو مع الظهر حتى هو. كنخيطوا ديك 7 7 وكنلاقيو البندات على هذا الشكل هذا. يعني راه ساهله الطريقه باش غادي تلاقي البندات، تكون عندك غير ماكينه الاخوان راك غادي تخدم اي حاجه بغيتيها في هذا الشيء ديال تغليف مقاعد السيارات. من بعد كنلاقيو البنده الثانيه عاوتاني على هذا الشكل هذا.
هانتوما الاخوان من بعد كندوزو من بعد ما خيطنا وطراسينا. الطريقه ديال الطراساج راهي سهله الاخوان، وراه دايرها في بزاف د الفيديوهات كيفاش غادي تفصل. كندوزو كنخيطوا ليه بحال هكذا. هانتوما الاخوان هذه حنا كنسميوها الكورده، وهي كل واحد شنو كيسميها. الكورده كتخيط على هذا الشكل هذا، كتاخذ داك الجلد كديروا فيه واحد 3 ديال السنتيم، وكدير داك لاكين في الوسط. داك الكابلي راه موجود الاخوان، كديروا بحال هكذا، كتخيط على هذا الشكل هذا. هانتوما الاخوان كتخيط على هذا الشكل هذا الاخوان. هاد الكورده هادي كنخيطها بحال هكذا، كتجي دايره اللي كتعطي ديك السفيفه اللي كتجي دايره مع جنب الكرسي، كتجي على هذا الشكل هذا. هانتوما من بعد كتخيط ليها الباندا كتخيط على هذا الشكل هذا. هانتوما كتخيط النص الاول بحال هكذا، وانت كتخيط يعني راه كتزير الخياطه باش كتجي الخياطه مريقله، حيت الخياطه ديال هاد الكورده هادي راه ماشي هي الخياطه العاديه الاخوان، هادي كتكون شي شويه فيها صعوبات. خصك تزير الخياطه مزيان باش غادي يجي داكشي مريقله الاخوان، باش منين غادي تركب المقعد ديال الغلاف المقعد غادي تجي الخياطه مفينيه، ما غاديش يجي الخياطه هكا كتبان لك الخياطه على برا ولا شي حاجه. خص الخياطه ما تبانش منين تقلب الغلاف. عاوتاني كنقلبو كنخيطو عاوتاني بحال هكذا. من بعد كنلاقيو الظهر التالي. كما قلت لكم الطريقه ديال الفصاله راه دايرها بزاف ديال الفيديوهات، بزاف، واللي بغى الطريقه ديال الفصاله كيفاش زعما طراسيت يدوز الفيديوهات ويشوف. انا دابا كنحاول نعطيكم داكشي اللي فيه صعوبات باش ما نطولش عليكم. هانتوما الاخوان الطريقه كيفاش دير تخيط هي كما قلت لكم بحال هكذا. كتخيط النص الاول، عاوتاني كتقلب وكتخيط النص الثاني على هذا الشكل هذا. هانتوما الاخوان يعني من اصعب الخياطه هي ديال الكورده، باش تخيط الكورده ما صعيبه غير اللي مبتدئ بحال ما كيعرفش بزاف هو اللي كتجيه صعيبه شي شويه. بالنسبه اللي قديم في الحرفه راه كتجي عادي الاخوان. طريقه الخياطه هي هذه، كنقول لكم دائما دوبل الخياطه الاخوان. ومن بعد كتقمي على الجناب، كتقمي بحال هكذا. هانتوما واحد السنتيم كتقميه باش ما كيبقاش يبان داك الديفو ديال الخياطه على برا ديال الجلد عفوا. ديك البيوضيه الجلد كتجي باينه الا ما قميتيش، من الاحسن تقمي باش كيجي لون واحد باين. هانتوما الاخوان نفس المشكل كديروا مع الجناب بجوج، الجهه اليمين والجهه اليسار راه كيكونوا بحال في المقاعد الاماميه، والمقعد ديال الشيفور مع ديال الكريسون راه كيكونوا بحال كتفصل غير على واحد. الطريقه كيفاش دي تركب راه هي هذه. هانتوما الاخوان بالنسبه ل 190 مرسيدس ما كيكونش عندها التيراج، كتركب الغلاف ديريكت غير كطوندي مزيان وكتخيطو. هانتوما كتهبط على هذا الشكل هذا. كما كنقول لكم خليو الغلاف يجي مريقل باش ما يتقطعلكش فاش تكون غادي تهبط، حيت من التحت كيكون عريض ومن الفوق راه كيكون ضيق شي شويه. من بعد كدير دوك لي باري بحال هكذا الاخوان، كندوزو كنخيطو على هذا الشكل هذا. هانتوما كتسمروا بالكرافوس، كتحاول طونديه مزيان حيت هذا راه ما عندوش التيراج، داكشي كطونديه مزيان وكدير دوك الضريبات بالكرافوس تما. هانتوما الاخوان من بعد كنطويو بحال هكذا وكنخيطوه بيدنا، كنديروا داك لي باري بحال هكذا وكنخيطوه باليد الاخوان هكذا. هانتوما الخيط اللي غتخيط به راه خصو يكون غليظ ودوبلو على جوج باش ما يتقطعش الاخوان. كما كنقول لكم دائما دير خدمه زوينه اللي يرحموا لك عليها الوالدين، هذا هو الاهم من كل شيء الاخوان. يعني راه اي حاجه كتسالى، فلوس كل شيء كيتسالى، ولكن الرحمه للوالدين راه هي اللي كتبقى.
من بعد ما خيطنا وسالينا الاخوان على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا الكرده كيفاش جات، كيجي داكشي واقف وكيجي حتى المقعد واقف نيشان. من بعد كندوزو للجلسه، نركبوا الجلسه عاوتاني على هذا الشكل هذا هو الاخوان. هانتوما كتركب بحال هكذا حتى الجلسه راه كنديروا ليها الكرده كما خيطتي الظهر راك غتخيط الجلسه، الا خيطتي غير وحده فيهم راك غادي تخيط كلشي الاخوان. من بعد كطوندي مليح كدير ديك لي باري، طوندي مزيان كما هكذا الاخوان. من بعد كنديروا شي حاجه باش ما يتقطعش لينا داك الجلد اللي يكون في الجناب، ربما تكون شي حاجه تما تقطعو. وكدير بحال هكذا وكدير الكولا كديرها غير في الحديد على هذا الشكل هذا، وكنديروها في الجلد بحال هكذا الاخوان. واحد المعلومه الاخوان بالنسبه للناس اللي كيبغيو يديروا الكولا في التوب ديال المقعد دوريجين، راه الاخوان راك كتضيع المقعد السياره الاخوان. راه من الاحسن ما ديرش الكولا في المقاعد اللي ما تصلح فيهم الكولا، بحال المرسيدس كيكون فيه حديد دير الكولا في الحديد عادي كتحيد، راه كتحيد من الحديد بصح باش دير الكولا في التوب راه ما كتحيدش. من بعد كدير دوك الكرابات في التالي كطوندي مليح وكدير الكرابات على هذا الشكل هذا، دير الكرابات مزيان. دوك الكرابات راه كيعاونوا بزاف. بس الكرابات راه كاينه الاخوان كيتباع موجود. هانتوما ملي كتبرد ديك الكولا كتخليها كتبرد واحد 5 ديال الدقائق اولا وكتلصق على هذا الشكل هذا. طوندي مليح ولصق الاخوان. ونصيحه اللي كنقول لكم دائما اللي باغي يخدم كراسه ما يديرش الكولا في التوب ديال المقعد دوريجين، ماشي في التوب اللي غدير نتا ولا شي حاجه، باش ما غاديش تضيع المقعد المولاه. يعني راه اغلبيه الناس اللي كيجيو كيغلفوا شنو الاهم من هادشي كامل، راه باش يبقى المقعد ديالو نقي، باش يحافظ عليه. وانت غدير ليه الكولا راك غادي تكرفص ليه كلشي الاخوان. نتمنى الفكره توصل. وهكذا غادي نكونوا سالينا ونحيدوا دوك لي باري على هذا الشكل هذا انتم الاخوان. وغادي نرجعوا نجمعوا الكرسي. باش غادي نرجعوا نجمعوا الكرسي راه ساهله الاخوان. هانتوما كيكون عنده 4 ديال البولونات 13. ومن بعد كترد ديك الصمطه حاولوا باش ما تقلبوهاش، حيت ديال الشيفور مع ديال الكريسون اللي كيكون جنبو المقاعد الاماميه كتكون الصمطه راه مبدله ماشي بحال ديال الكريسون مع ديال الشيفور كيكونوا مختلفين. الا درتيه في جهه واحده غادي يجي كرسي ديال جهه واحده ماشي الشيفور ولا الكريسون. وهكذا الاخوان كنركبوا الغلاف وكنجمعوا الكرسي على هذا الشكل هذا. نتمنى تكونوا استفدتوا الاخوان ونكون قدرت نشرح لكم مزيان. ومن بعد كنركبوا ديك البوانيه اللي كتطرد الكرسي للور والقدام. انتم الاخوان هكذا غادي نكونوا سالينا. نتمنى الخدمه تكون عجبتكم الاخوان، وما تنساوش الاخوان تدعمونا وخليو لنا شي كومونتير زوين واخا غير دعيوه بالرحمه للوالدين الاخوان. وهكذا غادي نكونوا سالينا.